القصه اللي انا هحكيها لكم دي لسه حاصله من فتره قريبه جدا. مريض عنده 55 سنه بيشتكي بس من صداع. اتخبطت في راسك يا حاج؟ طبعا لا. بتاخد اي ادويه لاي امراض مزمنه؟ لا. بس ايه اللي تعبك؟ عندي صداع يا دكتور ومش بينام. اي صداع في السن ده لازم ناخده بعين الاعتبار. عملنا له اشاعات، اكتشفنا نزيف تحت الام الجافيه. النزيف ده ممكن يجي من خبطه صغيره جدا، العيان نفسه مش فاكرها، مش بيعمل اي اعراض الا الصداع في البدايه، لكن ممكن يعمل اعراض اخطر من كده. ممكن يعمل تشنجات في نص الجسم، ممكن يعمل ضعف او شلل نصفي، ممكن يدخل المريض في غيبوبه عميقه. المريض ده اضطرينا ان احنا نعمل له جراحه في اسرع وقت، يعني اكتشفنا الموضوع الظهر، المغرب كان في العمليات. عملنا العمليه في وقت قصير جدا، بعد العمليه بساعه المريض كان في كامل وعيه. الحمد لله رب العالمين. تاني يوم المريض روح لبيته بدون اي مضاعفات. الشاهد في القصه دي ان احنا اكتشفنا الموضوع بدري وقدرنا نعمل للمريض العمليه في الوقت المناسب، وبالتالي حافظنا على حياته. فلازم تبقى فاهم اي حاجه الدكتور يطلبها منك تعملها، لان التشخيص الصح هو اول خطوه في العلاج السليم. انا الدكتور عبده حمدي، والتشخيص الصح والمبكر يضمن حياتك.